سلام متتبعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من مسلسل هذيك حياتي. حلقة يوم الجمعة اللي حلقة حتى هي صراحة فيها أحداث جديدة، واللي من بينها ميسون اللي غتشد في الحبس وغتدوز أصعب أيام حياتها في الحبس، وكذلك التعامل اللي غيتعاملوا معها السجينات واللي غيخليوها تعيش في الرعب. وكذلك غنشوفوا الابن ديال أنيس اللي غادي يختفي وغادي يهرب. صراحة فيها أحداث جديدة، كنتمنى تعجبكم هذه الحلقة وما تنسوناش بالمتابعة والاشتراك. والبداية غتكون مع ميسون اللي غيجيبوها للزنزانة اللي غتكون فيها، يعني هنا غيدوها للسجن وغيدخلوها البلاصة اللي غتعيش فيها. هنا غيقولوا ليها هذه هي بلاصتك الحقيقية واللي خاصك تعيشي فيها. هنا ميسون غتدخل وغيجيو عندها دوك السجينات وغيدوروا بها. غتقول لها واحد السجينة انت هي اللي ضحكتي على عائلة أتاهان، اللي شافك كيقول بلي ما ديريش هاد الشيء، ولكن انت هي ماشي ساهلة. هنا غيبقاو يضحكوا على هذيك السجينات وغتقول لها اذا هاد الشيء كامل غتكوني ربحتي منه فلوس كثيره، عطينا شي حاجه من هذوك الفلوس اللي ربحتي. غتقول لها وحده من السجينات اريها نقلبوها تقدر يكون باقي عندها شي حاجه ديال الفلوس. وهنا غيبقاو يضحكوا عليها وغيبقاو مدورينها. ميسون هذه غير البدايه ديالها في السجن. من بعد تقول لهم فين هي البلاصه اللي غنعس فيها، فين هو السرير ديالي. غتقول لها هذيك السجينه انت راك يلا جيتي وكتقلبي على فين غتنعسي، واش ما عارفاش واحد الحاجه، راه اي سجينه جات هي الاخرى خاصها تنعس في الارض، يعني اليوم راك تنعسي في الارض وغتبقاي مجمده بالبرد. هنا ميسون غتخلع وغتبقى غير كتشوف. غنجي عندها واحد السجينه اخرى وغتقول لها خذي هادو قدي بيهم حتى من بعد ونديروا رساله للاداره ويجيبوا لك سرير. غتقول لها واش انا غنعس هنا؟ غتقول لها ديباني راسك بهذا الشيء اللي جبت لك. وهنا غتعطيها واحد البونجا غير في الارض ومخده وغتقول لها نعسي هنا حتى من بعد، وديك الساعه الاداره راه حنا غنهضروا معاهم ويشوفوا يجيبوا لك شي سرير. ميسون مخلوعه من هذا الشيء وما عارفه شنو دير، وحياه جديده وبدايه جديده ديالها في السجن. وحتى التعامل ديال السجينات هذه غير البدايه ديالها معاهم. هنا ميسون غتكا غتنعس غير في داك السرير اللي في الارض وغتبقى كتبكي. من بعد غنشوفوا الصديقه ديال انيس اللي غتصل بالممرضه وغتقول لها بلي راه ولدي راه حالته صعيبه، راه ما كياكل ما كيشرب وحتى الهضره قطعه معايا، ما عرفتش اشنو غندير، خفت غير ترجع لي هذيك الحاله ديالو اللي كان فيها شحال هذه. غتقول لها هذيك الممرضه راه خاصو ضروري يتلاقى مع الاب ديالو، ولدك راه العلاج ديالو هو الاب ديالو، خاصو ضروري يكون معاه ويتلاقى به، خاصك ضروري تحاولي تقنعيه باش يشوفه. غتقول لها الصديقه ديال انيس ضروري خاصني ندير شي محاوله. غتقول لها شكرا وغتقطع مع المكالمه. من بعد غنشوفوا بهار اللي غتكون مع انيس وغيجيب ليها واحد التريكو وغيقول لها لبسي كاين البرد هنا. غتقول ليه بهار شتي هادشي اللي كيديروا، واش هما مازال عندهم الوجه باش يجيو يطلبوني على ميسون، واش ما كيحشموش؟ غيقول لها ما تعمريش راسك بهذا الشيء. صافي ميسون شدات في الحبس، راهم تما غيدفعوا الثمن. صافي غير نساي هذا الموضوع وما تبقاش معمره راسك به. هنا غتقول لي بهار حنا امتى غنبداو الحياه ديالنا جديده؟ صافي بغيت نخرج من هاد المشاكل وبغيت نوقف على رجليا. انيس غير كيتهرب من هذا الموضوع حيت باغي يقول لها الصراحه وما قادرش. غيقول لها من بعد وغنفكر في هذا الشيء. غتقول لي بهار حنا راه خاصنا نبداو حياتنا ونمشيو لسويسرا نسافروا ونخرجوا من هنا. هنا انيس غيجي اتصال من الصديقه ديالو اللي هي ارزو. هنا غتقول لي بهار شكون كيصوني لك؟ غيقول لها ماشي مشكل، يعني ما غاديش يجاوب وغادي يسكت التليفون وغيقول لها يلا ندخلوا هنا راه كاين البرد عليك وغادا تبردي. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا دنيا اللي غتكون مجموعه هي والعائله ديالها وغتقول لهم اليوم راه عندنا احتفال. غتقول لها جوليا اش من مناسبه غنحتفلوا؟ غتقول لها غنحتفلوا مناسبه ميسون تشدات في الحبس وتهنينا منها. غتقول لها جوليا انا هاد الشيء راه ما فرحنيش، هي راه دارت داك الشيء وتستاهل العقوبه ديالها. غيقول لها على حتى انا بحالك ما كاينش شي حاجه اللي فرحتني ولكن هي كتستاهل هاد الشيء. هنا غتقول لهم الدنيا الماكله ديال الحبس راه ما زويناش ولكن هي تستاهل هادشي اللي وقع لها. الام ديالي حتى هي مسكينه ما عرفتش اشنو كلات اخر وجبه في هذاك السجن. هنا هدى غتنوض غتقول لهم بصحتكم. غتقول لها الام ديالها فين غادا؟ غتقول لها انا ما بغاش نحتفل معاك بهذا الاحتفال. غتقول لها الام ديالها علاش؟ غتقول لها واش انت ما قدكش ياك ميسون صافي تشدات في الحبس، علاش مازال باغا تبقاي تجبدي فيها؟ صافي هذاك الشيء اللي كنتي باغاه راه وصلتي ليه، صافي نسي عليك الناس، علاش مازال كتحتفلي بهذا الشيء؟ صافي خويها من راسك وخلينا نعيشوا حياتنا. غتقول لها انا فرحانه بزاف وانت خاصك تجلسي تحتفلي معانا. غتقول لها هدى انا ما بغيتش. هنا غتقول لها دنيا صافي ماشي مشكل حنا ما غنحتفلوش، حنا غناكلوا غير عادي غير جلسي. وهنا هدى غتجلس باش تاكل معاهم. هنا غيجيها اتصال وغتجيب ليها متفايزه التليفون. غتقول لها راه الصديق ديالك اتصل بك. هنا هدى غتكون كتهضر معاه ودنيا حاضيه حيت شافت باللي هدى كتهضر غير في التليفون ديال الدار وفين هو التليفون ديالها. هنا هدى غتقول ليه صافي دابا نتصل بك، يعني غير كتقول لي غير ما قادره تقول حتى حاجه. من بعد غتسالي المكالمه. غتقول لها الام ديالها فين هو تليفونك؟
تليفونك. غتقول لها تليفوني راه كاين غير في الغرفه ديالي. غتقول فايزه سيري جيبيه من الغرفه ديالها. غتقول لها هدى بلاش صافي غير خليه. تبقى تحكر على الام ديالها. غتقول لها فين هو تليفونك، سيري جيبي تليفونك، بغيت نشوف تليفونك فين هو. هنا دنيا غتسول بنتها وغتقول لها اخر مره كنسولك فين هو التليفون ديالك. هنا هدى غتقول لها الحقيقه. تقول لها تليفوني راني بعته. غتقول لها علاش بعتيه، ياك يلاه شريناه لك جديد. غتقول لها بعتو وفلوس اللي كانوا عندي في لاكارت راني خرجتهم وعاونت بهم السي الياس في العمليه حيت هو كان محتاج. هنا دنيا غتعصب وغتخبط الطابله. غتقول لها انت علاش درتي هادشي كامل، واش انت ما عندكش العقل؟ غتقول لها هدى انا كان ضروري خاصني ندير هادشي حيت كون ما درت هادشي غنسمى ما مزياناش. خاصني نعاون هادوك الناس، لولا ديك المساعده ديالي ما كانش غيدير هذاك السيد العمليه. هنا دنيا غتعصب وغتقول لها علاش درتي هادشي كامل، شوم عليك هادشي اللي درتي فيا، وغتبقى كتغوت عليها. هدى غتقول لها هادشي خاصني نديروه، انت راه مرا ما مزياناش، علاش ما كيبقاوش فيك الناس؟ واش افسون خرجات من حياتنا وانت باغا كديري لنا المشاكل، باغا تخاصمي مع كل واحد؟ هادشي اللي كديري فيه راه ماشي عادي، انت راه مرا ماشي عاديه. هدى غتمشي وغتخليها. دنيا غتعصب من هادشي اللي دارت بنتها، وفي نفس الوقت غيبقى فيها الحال على الهضره اللي قالت لها بنتها، يعني بلي هي راه ما مزياناش وما كيبقوش فيها الناس. هنا غتقول لهم تقدروا تكملوا الماكله ديالكم غير جلسوا، ولكن وهي معصبه قدرتش تاكل وما قدرت دير حتى حاجه. من بعد غنشوفوا السي محمود اللي غيكون جالس مع ميرفت وغيكونوا كيتعشاو. غيقول لها السي محمود بلا ما تقلقي راسك، بهار راه مع الوقت غادي تحاول تقبل هادشي. غتقول ليه ميرفت علاش هادشي كيوقع لينا، كنحس براسي بحال بقيت بلا بنت، يعني بحال رجعنا من الاول. هادشي راه صعيب عليا، واش انا مقدر عليا الله غنبقى ديما بحال هكا؟ هاد المشاكل ما بغاش تسالي. غيقول ليها محمود صافي غير نسعي، حنا كنشوفوا بهار بلي مزيان بعدا ملي كاينه مع انيس، وبعدا راه هو مهلي فيها وهي كتبغيه هو كيبغيها. هنا ميرفت غتسمع انيس غتبدل. غيقول ليها محمود واش قلت شي حاجه ماشي هادي؟ غتقول لي لا. غيقول ليها واش انيس قلقك ولا قلق بهار؟ غتقول لي لا ما كاين والو. هنا غيحس بلي ميرفت مخبيه عليه شي حاجه. غيقول ليها واش نتيا مخبيه عليا شي حاجه؟ غتقول لي لا ما مخبيه عليك والو. غيقول لها غير قولي واش انت متاكده؟ غتقول لي اه. غتقول لي راه حسيت براسي كليت بزاف وبغيت نمشي نرتاح، خلينا نمشيو. غيقول لها صافي واخا اللي بغيتي. يعني هنا ميرفت ما قدراش تقول لي الحقيقه ديال انيس وحقيقه ديال الابن ديالو. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا السي الياس وسلطانه. السي الياس اللي كيحاول يهضر ولا كينطق شويه شي كلمات. غيقول سلطانه كي دايره ميسون. غتقولي سلطانه ميسون دمرتيها انت وهذيك اختي. ميسون راها في الحبس، كيفاش غتكون حالتها انت وديك اختي اللي خرجتو عليها ووصلتو لهذا الشيء؟ هذيك اختي اللي عندها غير نص عقل، حشومه عليكم هذا الشيء اللي درتو، انت راه ما تستاهلش تكون اب. هنا غيبقى يبكي الياس. غتقول ليه بكي حيت انت اللي درتي هذا الشيء كامل انت وهذيك اختي، حشومه عليكم دمرتو ميسون وخليتوها عايشه هاد الحياه. غتقولي سلطانه ها انت شفتي بقيت غير انا وياك، حتى من نجلاء حتى هي مشات، شنو درتي ليها؟ علاش مشات نجلاء؟ شنو السبب اللي خلى نجلاء تمشي وتخلينا؟ غتقولي انا راه اتصلت بها وسولتها علاش مشات، ولكن هي ما قالت لي والو. قالت لي سيري سولي هذاك الاخ ديالي اللي عنده حتى هو غير نص عقل. انا ما عرفتكش اشنو درتي لنجلاء، انت باينه درتي لها شي حاجه، انت راك واحد ما كتسواش، حشومه عليك هادشي اللي درتي. وصلتو ميسون للحبس ودابا بقيتي جالس. غيقول لها كون غير خليتوني كون مت. غتقول ليه انت هادشي فاش عاجبك الحال، زعما الا متي غتهنى من هاد المشاكل وغتهرب من هادشي هو اللي جاك ساهل. ملي غادي تموت لمن غتخلي هذيك ميسون؟ صافي انت هادشي اللي جاك ساهل عندك الموت، صراحه انت ما تستاهلش تكون اب. هنا غتمشي وتخليه. من بعد غنشوفوا هذوك الساجينات اللي غيكونوا كيتعشاو. هنا واحد الساجينه غتمشي عند ميسون وغتقول لها نوضي اجي تاكلي. غتقول لها لا ما بغيتش ما قدرتش. غتقول لها خاصك ضروري تاكلي حيت غتبقاي بالجوع. هنا ميسون غتحاول تجي تاكل معاهم. هنا غتوقف وغتهز واحد الطبسيل وغتقول لها ديك الساجينه قري هذاك الطبسيل انا نحط لك حشومه نتيا تحطيه، انتي راكي وحده ذكيه وحنا بحالك انتي خاصنا تكون عندنا شي وحده ذكيه اللي تعاوننا. انا نحط لك وانا نتكلف لك بالماكله. هنا غتحط لها غير واحد شويه وغتعطيه لها، يعني غتبقى تستهزئ بها. تقول لها هاد الشويه اللي حطيت لك خاصك تاكلي كامل باش تولي وحده قويه وذكيه. يعني هنا غيبقاو يضحكوا على دوك الساجينات وغيبقاو يستهزئوا بها. ميسون غتحط داك الطبسيل وغتقول لهم علاش كتضحكوا، واش هادشي كيضحك؟ شنو كديروا نتوما؟ هنا غتنوض واحد الساجينه غتقول لها انت شنو كيصحاب لك راسك؟ غينوضوا لها دوك الساجينات كاملين غيدوروا فيها كاملين. يعني ميسون غتولى واقع في المشاكل مع دوك الساجينات. غيقول لها شنو كيصحاب لك راسك وغاديو يغوتوا. هنا غيجيو الحارسات ديال السجن وغيقول لهم شنو واقع، علاش كتغوتوا؟
غتقول لها هذيك السجينه اللي زعما هي اللي حاكمه في ديك الزنزانه، غتقول لها هاد ميسون راها ما رضاتش بالماكله ديالنا وعطيناها الماكله وهي تلوح علينا، هي راه موالفه بالماكله ديال الناس الاغنياء. غتقول لي هذيك الحارسه علاش كديري المشاكل، واش انت يلا دخلتي جديده وكديري لينا هاد المشاكل، انا ما بغيتش نسمع اي حاجه عليك. انا غتقول لها ميسون لا انا راه ما درت حتى حاجه، انا راه غير عطاوني الماكله وزلق لي التبصيل وطاح لي من يدي، انا راه ما كنديرش هاد الشيء. هنا غتقول لهم هذيك الحارسه كلكم غتوقفوا هنا وغنشوف هاد الشيء اللي واقع، انا غندير دوره على هاد الطابله ونعرف بصح واش طاح شي تبصيل. هنا ميسون وهي واقفه هادوك السجينات كيبقاو يدفعوا فيها دايرينها بحال شي لعبه بيناتهم، وهنا غيوقفوا كاملين وغتجي هذيك الحارسه باش تشوف واش بصح زعما واش طاح شي تبصيل في الارض ولا لا. في مشهد اخر غنشوفوا زينب وحنيفه، حنيفه اللي غتجي عند زينب وغتقول لها واش كاين شي حد في الدار، غتقول لها لا ما كاين حتى واحد. هنا غتوريها هذوك الحوايج اللي لابسه، غتقول لها زينب انت فين غادا، اشنو هاد الشيء؟ قالت لها واش ما عجبوكش هاد الحوايج؟ غتقول لها لا ولكن هاد الشيء فين غادا بيه، واش انت معروضه لشي عرس؟ غتقول لها لا انا ما معروضه حتى العرس، انا غادا لواحد الحفله ديال الصديق ديالي ويلاه معايا حتى انت راه غيكونوا فيها بزاف ديال الدراري. غتقول لها زينب لا ما نمشيش معاك، حنا ما كنعرفوهمش علاش غادي نمشيو لهاد الحفله. هنا غتدخل نعيمه وغتسمعوا كيهضروا، غتدخل وغتلقى حنيفه لابسه داك اللباس. غتقول لها انت شنو كديري، واش ما كتحشميش، انت غادا الحفله ديال الاصدقاء ديالك وبغيتي تجري معاك بنتي حتى هي، انت وحده ما كتسويش. وهنا غتقول لها انا غنوريك شنو غندير لك. هنا حنيفه غتبدا تبكي حيت غتعرف راسها صافي مشات فيها. غتقول زينب بسببك انت هادشي اللي وقع ليا. هنا نعيمه غتعيط الام ديال حنيفه اللي هي صفيه، غتقول لها بغيتك تجي عندي دابا. غتقول لها شنو واقع؟ غتقول لها تجي دابا خصك تشوفي شنو واقع. هنا نعيمه غتقول لها واش ما كتحشميش، علاش كديري هادشي؟ غتقول لها ما بغيتكش تفهمينا غلط. غتقول لها ما تدخليش بنتي معاك في هادشي، انت بوحدك غادا لهاد الحفله وباغا دي بنتي بغيتي تجريها معاك. هنا غتجي صافيه غتقول لها شنو واقع؟ غتقول لها شوفي بنتك اشنو لابسه، راه غادا الحفله مع الدراري. هنا صافيه غتشد بنتها وغتقول لها اليوم غادي نقتلك. هنا غتبقى تضرب فيها وغتنتفها من شعرها وغتجرها من شعرها وتخرجها. من بعد غنشوفوا بهار اللي غتكون جالسه مع انيس وغيكون كيوكل فيها. تقول لي صافي بارك عليا راني شبعت. هنا غتقول لي انا ما عرفتش شنو كنت غندير بلا بك، انا كنشكرك بزاف حيت وقفتي معايا وما تخليتيش عليا، انا ما عرفتش شنو غندير بلا بك، وزيد عليا انك انت ما عمرك كذبتي ليا. هنا انيس غيحس براسو انه دير شي حاجه حيت هو كيكذب عليها وهي تيقع فيه بزاف. من بعد غنشوفوا ميسون اللي غتكون كتقلب على شي دواء حيت ضرها راسها. غتمشي عند هذيك السجينه اللي كتعامل معها مزيان وغتفيقها. غتقول لها علاش ما نعسيش حتى لدابا؟ غتقول لها راه داو ليا الفراش اللي كنت كنعس عليه ودارني راسي بزاف. غتقول لها راه عادي، انت دابا مازال في حاله صعيبه ومع الاكتئاب ومع التفكير بزاف راه ضروري غيضرك راسك، ولكن انا راه ما عندي حتى دواء ديال الراس. شوفي هاد الاخت اللي حدايا راه تقدري تلقيه عندها. هنا ميسون غتمشي عندها وتبدا تفيق فيها. تقول لها عافاك واش عندك شي دواء ديال الراس؟ السيده ما غاديش تجاوبها، غتبقى تحاول تفيق فيها. هنا غتهز لها يدها وغتحس بلي يدها ثقيله. هنا غتعرف بلي السيده راه ماتت. ميسون غتخلع وغتقول شنو هادشي، هادي راه ماتت. هنا ميسون غتبدا تغوت. غتقول لهم عافاكم فيقوا، واش نتوما ما عارفينش هاد السيده راه ماتت، كلشي غادي يفيقوا وغينوضوا. يقولوا لها ما كي كتغوت؟ غتقول لهم هاد السيده راه ماتت، واش نتوما ما شفتوهاش؟ هنا غتجي واحد السجينه وغتقلبها وغتقول هذيك السجينه اللي معاهم هذيك اللي حاكمه زعما في الزنزانه، غتقول لها هذه راه ماتت. غتقول لها ايوه الله يرحمها، سيري عيطي على الحارسات يجيو يديوها. هنا غتجي الحارسه وغتقلب هذيك السيده وغتقول لها سيري عيطي الاسعاف باش نخرجوها، وانتم سيروا كل وحده تمشي لبلاصتها، كل وحده تمشي تنعس في السرير ديالها. ميسون مصدومه من هذا المشهد اللي شافته وبقات مخلوعه. من بعد غنشوفوا بهار وانيس. انيس اللي غيقول بهار بغيت نهضر معاك في هذا الموضوع ضروري، خاصني نقول لك شي حاجه. هنا غتقول لي بهار من بعد ماشي دابا، خلينا حتى من بعد وقول لي هذا الموضوع. ولكن انيس مصر انه باغي يعاود لها الحقيقه. بهار غتقول لي غير خليه حتى من بعد. من بعد غنرجعوا مع ميسون اللي مازال في السجن وغتجيب لي هذيك السجينه المخده والماطه وغتقول لها انت راك وحده ذكيه، كون ما انت عرفتيها ماتت، كون بقات السيده ميته وما نعرفوهاش، قرها ولات الريحه ديالها هنا عاطيه وحنا ما غنعرفوش. غتجيب لها المخده والماطه وغتقول لها انت راه من حسن الحظ ديالك انك من الليله الاولى لقيتي السرير. غتقول لها ميسون اش من سرير؟ غتقول لها انت راه غتنعسي في السرير ديال المرحومه. غتقول لها ميسون شنو كتقولي؟ انا ما نقدرش نعس في هذا السرير. يعني ميسون بالزمنه غتنعس في داك السرير ديال ديك المراه اللي ماتت. وهنا غيبقاو يغوتوا عليها وغتقول لها راه خاصك تنعسي صحه. يعني مسكينه ميسون ما عندها ما دير حيت هي يلاه جديده. غتكا غتنعس وهي مخلوعه وغتقول لهم هذيك السجينه يلاه سيروا تنعسوا، كل وحده تمشي لبلاصتها. من بعد غنبقاو
نبقاو نشوفو سلطانة اللي كتبكي على ميسون بزاف وكتشم ريحتها في الحوايج ديالها، وكذلك السي إلياس اللي حتى هو كيبكي على بنته ومحطم من هادشي اللي وقع ليه. كذلك بهار اللي كتفكر في هادشي اللي وقع ليها وواقفة مع أنيس، وأنيس كيحاول يكون في جنبها. ميسون حتى هي مسكينة اللي هادشي اللي وقع ليها ماشي ساهل عليها، وهاد التعامل اللي كيتعاملوا مع السجينات حتى هو صعيب عليها. هنا غنبقاو نشوفو غير هاد اللقطات ديال سلطانة وإلياس وبهار وأنيس وكذلك ميسون، يعني كل واحد كيفكر في الحاجة ديالو. سلطانة متأثرة بزاف وبقات فيها ميسون كتشوف التصويرة ديالها. من بعد غنشوفو ميسون اللي مقدراش تنعس فوق هاد السرير ديال هذيك المرحومة ونعسات في الأرض. غتجي عند ديك السجينة غتقولها فيقي، واش نتي جاية باش تنعسي؟ هنا ميسون غتفيق وظهرها حيتاش نعست على الأرض. غتقول لها فين كاينة أنا؟ غتقول لها ديك السجينة كتضحك عليها، انتي راك في الفندق، نوضي اللي مرا الدور ديالك، انتي اللي غتديري الاشغال، يعني انتي اللي غتصيفي وانتي اللي غتغسلي. غتقول لها ميسون علاش هادشي؟ هنا غتشوف هذيك السجينه صاحبتها زعما خاصك تنفذي الاوامر. غتقول لها علاش ما نديرش هادشي اللي قلتوها ليا انا غنديرها. هنا ميسون غتهز مسكينه داك الجفاف وغتبدا تمسح الارض، وهنا غيبداو يضحكوا عليها دوك السجينات. غتقول لها راه حادقه، راها كتعرف دير هادشي. هنا غتجي واحد السجينه وغتمشي عند ديك السجينه اللي حاكمه فيهم. غتقول لها عرفتي شكون بيا بينا؟ غتقول لها شكون؟ غتقول لها ديك اختي فكريه. غتقول لها غير خليها حتى العشيه وغنتفاهموا معاها. هنا غتجي الحارسه وغتقول لهم شويه وغتكون وقت زياره، وجدوا راسكم باش اللي جيت عيطت عليها تخرج الزياره. هنا ميسون وهي كتمسح في الارض هذيك السجينه اللي معاهم اللي حاكمه في الزنزانه غتضرب واحد الاناء حتى غيتخوى من الماء، وغتقول لها نوضي نظفي هذا الشيء حتى هو. هنا ميسون غتعصب وغتقول لهم مباركه من هذا الشيء، واش نتوما حيت لقيتوني وحدانيه وظريفه وبوحدي بغيتو تحقروا عليا؟ باركه من هذا الشيء. هنا غينوضوا لها هذوك السجينات كاملين وغتقول لها شنو كتقولي انت؟ وهنا غتجي عند ديك السجينه صاحبتها وغتقول لها شوفي واش انت بغيتي ديري معاهم المشاكل اللي قالوا لك ديريها ديريها، حاولي اي حاجه قالوها لك ديريها باش ما تدخليش معاهم في صراعات. هنا ميسون مسكينه غتمشي تمسح داك الماء عاوتاني اللي كفاتو هذيك السجينه حيت دارتها لها هي غير بالعاني باش يبقاو يضحكوا عليها. من بعد غنشوفوا نعيمه اللي غتكون جالسه كتفطر هي وبنتها، وغتجي عندهم محجوبه. غتقول لها نعيمه زيدي مرحبا بك اجي تفطري معنا. غتقول لها لا ما بغيتش نفطر. غتقول زينب نوضي كوبي ليها اتاي. غتقول لها لا ما بغيتش. غتقول زينب سيري جيبي لي اتاي انا بغيتو. هنا غتقول لها علاش جيتي عندي اللي ما بغيتيش تفطريش؟ علاش جيتي؟ غتقول لها جيت بغيت غير نعلمك باللي راه السلطانه قالت لي هي راه مشات عند ميسون تشوفها، انا غنبقى مع السي الياس. غتقول لها نعيمه وعلاش جيتي تقولي لي هادشي؟ غتقول لها انا جيت نقولها لك باش تعرفي ما بيني وبينك حتى سر، انا اي حاجه كنقولها لك. غتقول لها نعيمه وعلاش كتقولي لي هادشي؟ زعما انا مخبيه لك شي سر؟ انا راه ما مخبيه لك حتى حاجه. غتقول لها المهم انا غير بغيت نعلمك وصافي، ومهم بغيت نقول لك بلي راه السي الياس راه ولا كيهضر ولا كيقول شي كلمات. هنا نعيمه غتصدم حيتاش خايفه من السي الياس الا يهضر ويقول شي حاجه. هنا محجوبه غتمشي وغتخلي نعيمه غتصدم من هادشي اللي سمعته وغتجيها تدوخها وغتجلس. هنا غتجي عند زينب وغتخلعها تقول لها واش وقع لك شي حاجه مالك؟ غتقول لها لا ما مالي والو. ناعمه غتبقى معنقه بنتها وتقول لها بلي انت راه احسن بنت وانت راه بنتي الحقيقيه وانت راه عزيزه عليا وكنبغيك بزاف. زينب حتى هي غتقول الام ديالها حتى انا راه نفس الشيء، حتى انا راه كنبغيك بزاف وانت راكي عزيزه عليا وانت راه هي الام ديالي. من بعد غنشوفوا السلطانه اللي غادا تكون غادا عند ميسون وغتجي عندها محجوبه. غتقول لها انا اختي جيت اختي السلطانه. غتقول لها شكرا اختي بزاف، هانتي بقاي مع الياس وردي لي البال، انا راه ما غنتعطلش بزاف وإلا تعطلت راه غيجي صالح. غتقول لها صافي غير كوني هانيه. ملي غتكون غادا غتقول لها محجوبه سلمي لي على ميسون بزاف. السلطانه غتكون خارجه وغتلاقى مع نعيمه وتبقى تشوف فيها، وهنا صافيه غتسلم عليها. السلطانه ما غتهضرش معاهم وغتمشي. من بعد غتجي زينب عند الام ديالها وتقول لها بلي انا راه غادا للخدمه، واش انت حاسه براسك مزيان اليوم؟ غتقول لها راه مزيان. غتقول لها غير سيري ما تخافيش عليا. زينب غتسلم على عمتها صفيه وغتسلم على حنيفه مازال مقلقه منها ما غاداش تجاوب. غتقول لها الام ديالها ناعمه غير سيري كوني هاني انا راه حاسه براسي بخير. غتقول لها زينب الا حسيتي براسك عيانه بلا ما نمشي للخدمه نعيط ليهم وما نمشيش. غتقول لها لا غير سيري كوني هاني انا راه بخير. من بعد غنشوفو محجوبه اللي غتكون كتورك على الياس ايد ديالو وتقول لي واش كتحس؟ غيقول لها لا هنا راه ما كنحس والو. هنا تبقى تقلب ليه في يديه كامله ويقول لها راني ما كنحس بحتى حاجه، راه مازال يدي ما كنحسش بها. غتقول لي محجوبه راه عادي راه الطبيب قال لك مع الوقت راه غتولي بخير. هنا الياس غيشكرها غيقول لها شكرا بزاف حيت تخبيتي بنتي ميسون عندك. غتقول لي لا ماشي مشكل هذا راه واجب. هنا غتدخل ناعمه وغتلقى محجوبه شاده الايد ديال سي الياس. غتقول لها شنو كديري؟ واش انت ما كتحشميش؟ حشومه هادشي اللي كديري فيه.
هنا نعيمة غدا الظروف محجوبة وتقول ليها علاش هدا السي الياس يدو. غتقول ليها راه عادي، راه يتهاش هو ما كيحسش بيها. غتقول ليها نوضي خرجي عليا. غتقول ليها لا ما غنمشيش حيت السلطانه راه وصاتني عليه، انا ما نقدرش نمشي ونخليه. هنا غتبقى تضرب فيها، غتقول لها غير خرجي وغتجري عليها نعيمة غتسول الياس. غتقول ليه بسمات بلي راك وليتي كتهضر. غيقول ليها انت علاش كتسولي؟ غتقول ليه قول لي شنو كتبتي في هذيك الرساله. غيقول ليها انت كيهمك غير هذيك الرساله، كتبقاي تسوليني كل مره شنو كتبت فيها. انا راه ما كتبت فيها حتى حاجه كتخصك انت، انا راه كتبت فيها غير شي حاجه على بنتي بهار. غتقول ليه واش كتهضر بصح؟ عندك تكون كتكذب عليا، حيتاش الا كتبتي شي حاجه عليا راك غتدمر كلشي. غيقول لها كوني اكيده انا راه ما كتبت حتى حاجه كتخصني انا وياك في ديك الرساله، غير كوني هانيه. غتقول ليه نتمنى يكون هادشي بصح، عندك تضحك عليا وتكون درتي شي حاجه. غيقول لها راني دويت معاك، هذيك الرساله راه ما فيهاش سر بيني وبينك، راه غير على حساب بنتي بهار. من بعد غنشوفوا دنيا وجوليا اللي غيكونوا جالسين كيفطروا. دنيا غتقول لها واش فيقتي هدى وعلاء؟ غتقول لها هدى راه ما بغاش تفطر وعلاء حتى هو راه مازال ناعس. غتقول لها دنيا شتي هاد العائله كي ولات غير انا وياك اللي كنفطروا بجوج. هنا غيجي محمود امير وغتقول ليه جوليا واش تقدر تبقى تفطر معنا؟ غيقول لها لا ما نقدرش. غتقول ليه علاش؟ واش انت كتمشي بكري وكتجي معطل في الليل؟ حنا راه مابقيناش كنشوفوك، واش حنا ماشي عائله ديالك؟ خاصك تعطينا حتى حنا وقت باش تولا تفطر معنا وتجلس معنا ونشوفوك. غيقول لها ما نقدرش ما مساليش حيت عندي شي وراء خاصني نمشي نتسنيهم. هنا غيمشي ويخليها. غتقول لها جوليا انت شتي هاد العائله كلها ولات مفرقه وحنا بقيت غير انا وياك اللي كنفطروا بجوج في هاد الطابله، عائلتنا راها كلها تفرقات. غتقول لها دنيا هادشي ماشي ساهل ولكن خاصنا نحاولوا نجمعوا العائله ديالنا تبقى مجموعه. خاصك ما تستسلميش، خاصك تبقاي ديما مكافحه باش محمود امير ديما يبقى معاك. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا الصديقه ديال انيس هي والابن ديالها ومعها المنطفه. غتقول لها عافاك بغيت ديه ليا لهذا العنوان لاسطنبول عند انيس. غتقول لها المنطفه راه عندنا المنطفين هما كيتكلفوا بهذا الشيء. هنا الابن ديالها غيسمع سميه الاب ديالو وهنا غتقول ليه انا غندخل ندوش وملي نخرج غنديك لواحد البلاصه زوينه بقى غير جالس هنا. غيقول لها الدري واخا. هنا الموظفه غتخرج والدري غادي يتبعها، يعني غادي يحاول يمشي معاها. ملي غادي يخرج الدري مع الموظفه الام ديال فاروق ما غتلقاش وغتبقى تغوت على ولدها فاروق فينك فاروق وغتصدم حيت ما غتلقاش الابن ديالها. من بعد الدري الصغير غيشوف الموظف راكب في الطوموبيل. هنا غادي يحاول يركب معاه ويمشي معاه للعنوان اللي غادي يدي ليه الظرف. من بعد في مشهد اخر غنشوفوا بهار اللي غتكون جالسه هي وانيس كيهضروا. بهار غتقول ليه انا راه حسيت براسي اليوم وليت بخير، شنو بان لك لا مشينا السيمانه الجايه سويسرا؟ هنا غيقول لها راك عارفه اني انا ما كرهتش نسافر معاك وانت شحال عزيز عليا وشحال كنبغيك بزاف، ولكن خاصني ضروري نهضر معاك في واحد الموضوع. هنا غتقول ليه بهار كنسمعك تقدر تهضر معايا دابا. انيس يلا غيكون باغي يهضر على داك الموضوع ديال الابن ديالو. وهنا غيجيه ميساج من الصديقه ديالو وغتقول ليه باللي راه فاروق راه اختفى خاصك تجي دابا عندي. من بعد غنشوفوا ميسون اللي غتكون معصبه وغتجي عندها ديك السجينه الصديقه ديالها. غتقول لها مالكي؟ غتقول لها راني غير مقلقه شويه. غتقول لها علاش؟ غتقول لها شتي هاد السجينات اش كيديروا ليا راه كيضغطوا عليا. غتقول لها صافي ماشي مشكل غير نسيهم. هنا غتجي عندها هذيك الحارسه وغتقول لها ميسون راه عندك زياره. غتقول لها ديك الصديقه ديالها شكون اللي جا عندك؟ غتقول لها راه جات عندي خالتي، انا اللي قلت لها تجي عندي. غتقول لها هو سيري شوف فيها وتقول لها شنو بالك كيفاش دايره الحاله ديالي؟ غتقول لها انت راه بخير راه ما بين عليك والو. غتقول لها واش انا عيانه؟ غتقول لها لا غير سيري شوفي خالتك. وهنا نشوفوا السلطانه اللي غتجي عند ميسون باش تشوفها وغتجبد هذيك الرساله ديال الياس اللي كتبها بالما يشنق راسو. غتجبد باش تقرا فيها وغتلقاه باللي كاتب البهار كيعبر لها على الحب ديالو باللي كيبغيها وباللي احسن حاجه وقعت ليه في حياته هو راه معتبرها بحال البنت الحقيقيه ديالو. هنا غتقول شنو هادشي؟ واش بنتو في الحبس وهو كيكتب البهار؟ وغتشدها وغتخبيها وما غتعطيهاش لميسون. ميسون غتشوف خالتها وغتفرح بزاف والسلطانه حتى هي. غتقول لها شنو اخبارك كي دايره؟ غتقول لها انا بخير. غتقول لها السلطانه انت ما بيناش عليك بخير، انت راه عينيك كلهم منفوخين باين عليك كنتي كتبكي الليل كامل. غتقول لها لا انا راه بخير. غتقول لها واش كليتي؟ راه خاصك تاكلي مزيان ما تنسايش بلي انت راكي مريضه. وغتسولها تقول لها واش هادو مهلين فيك مزيان؟ غتقول لها راه مهلين فيه مزيان حيت ميسون ما تقدر تقول حتى حاجه. هنا غتشوف ميسون هذيك السجينه اللي حداها وغتبقى غير كتشكر فيه وتقول لها راه كيتعاملوا معايا مزيان وهادو راه الله يعمرها دار كاع البنات اللي معايا ظريفات وكيتعاملوا معايا مزيان. غتقول لها سلطانه ايوا مزيان هادشي اللي بغينا. غتقول لها هادشي كامل بسبب هذيك نعيمه، كون ما ديك نعيمه كون راه هربت انا وياك كاع ما تدخلي للسجن. غتقول لها ميسون انت عارفاني انا علاش هنا وضروري كنت غنتشد. هذيك نعيمه والجيران ديالها ما داروا معنا الا الخير. واش نسيتي بلي عاونونا في العمليه ديال الاب ديالي؟ ما تنسايش بلي
هما راه عطاونا فين نسكنوا، انت راه خاصك تعاملي معاهم مزيان باش ما نساوش ليهم الخير ديالهم. ميسون غتقول لها شتي هادشي اللي وقع ليا، وشفتي المحامين حتى هما شنو قالوا، الا كانت التصرفات ديالي مزيان وإلا بغات بهار حتى هي تحيد هاد الشكوى ضدي راني نقدر نتحاكم على برا. بهار راه من حقها هادشي اللي دارت وهي راه معصبه، ولكن الا هضرتي معاها راه تقدر تحيد هاد الشكايه اللي رافعه ضدي. غتقول لها السلطانه انا راه مشيت عندها وهضرت معاها وما بغاش تحيد هذيك الشكايه، وقالت لي بلي ميسون خاصها تعاقب، وراه من الفوق هادشي كامل راه جرات عليا وقالت لي ما بقيت بغيت نشوف حتى واحد فيكم. غتقول لها ميسون هي راه غير معصبه، داكشي علاش كتقول هادشي، غدا سيري عندها وحاولي ثاني طلبيها، حيت انا ما نقدرش نبقى في هاد البلاصه، انا ما نقدرش نتحمل هادشي، خاص ضروري بهار تحيد الشكايه باش نخرج من هنا. وهنا غتقول لها سلطانه انا غندير المستحيل على قبلك باش تخرجي من هنا، غير ضحكي ليا وما تبقيش مقلقه. هنا ميسون غدير هذيك الضحكه زعما بلي هي راه فرحانه، ولكن هي راه ما حاملاش تبقى في السجن، حيت هذوك السجينات غيدوزوا عليها العذاب ومازال غتشوف منهم شي حوايج اخرين. وهنا غتسالي الحلقه ديالنا. نتمنى تعجبكم هذه الحلقه وما تنسوناش متابعه وجيم وشي تعليق، وشكرا بزاف على المشاهده.